السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة الشيف خالد مافيو. فيديو جديد كالعادة. أتمنى لأول مرة شوفنا على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. جالي بعض التعليقات عاوزين فطار في أول أيام عيد الأضحى. هنعمل لكم فطار جميل ووجبة جميلة جدا موجودة في الخروف بكل سهولة. طبعا الحاجات دي متوفرة في الخروف وفي العجل. تمام، أكلة جميلة جدا تكفي عيلة، تكفي 15 فرد يا جماعة. الأكلة دي لذيذة جدا وطعمها جميل جدا، وفي نفس الوقت الحاجه دي بتكون يعني بتقطع وبتكون داخل اللحوم. يعني انت اولى بيها ان انت تعمل بقى فطار جميل في عيد الاضحى. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين. ده البوش يا جماعه، او البوش الضاني بتاع منطقه البطن بتاعه الخروف. جميله جدا وطعمها جميل جدا ومذاقها بيكون كويس لما تنعمل بالطريقه دي. مع بعض كده بالخطوات واحده واحده بالراحه من غير رغي كده نخش في موضوع الفيديو. ولكن في خبر حابب اقول لكم عليه، ان انا عملت قناه طبخ بس خاصه بالطبخ. تمام، هسيب لكم اللينك بتاعها في حساب الوصف او في اول تعليق مثبت. ولكن هنخش في موضوع الفيديو على طول. ده البوش الضاني يا جماعه بيتقطع بنفس الشكل ده. انت ساعه ما الجزار ينتهي من سلخ الاضحيه بتاعتك قول له طلع لي البوش، طلع لي الكلاوي، طلع لي علق الفريتو. الحاجات دي كلها تقدر ان انت تخلي الجزار يطلعها لك ويقطعها لك بنفس الشكل ده. كمان بتكون في منتهى الروعه قبل ما يقطع الذبيحه كلها في بعضها وتبدا انت تنسى او كده. دي بتكون مع الكبده او مع الكلاوي. الحاجات دي يا جماعه بتكون جميله جدا، وفي نفس الوقت بتدي معاك كميه لو عيله هتفطر الفطار ده. اهم حاجه بس انت ما تنساش تقول للجزار على الحاجه دي. قول له عاوز البوش بتاع منطقه البطن، وفي العجل كمان تقول له انا عاوز البوش ده. تمام، بعد ما بتاخدها من الجزار بتنزل بيها في نار درجة حرارتها يعني 80-100، متكونش نار عالية قوي ولكن عشان ما تنحرقش منك. طبعا هننتقل دلوقتي للمطبخ وهنشوف الطريقة الصحيحة لعمل الجلاي او عمل الحلويات. دي حلويات ولكن مش نفوس. هنعمل حلقة خاصة عن النفوس برضو، جالي برضو بعد تعليقات. هنعمل النفوس حلقه خاصه لوحدها ان شاء الله، ممكن تكون هي اللي جايه ديت. ولكن الحاجات دي هنقدمها على القناه الجديده اللي هي قناه الطبخ بتاعتنا. تمام، هنقدم فيها بعد الطرق بقى عامه واي حاجه تخص اللحوم بالنسبه للطواجن واي حاجه تخص الطواجن والكلام ده كله هيبقى مخصص عندنا في قناه خاصه لوحدها. تمام، ولكن هنخش في موضوع الفيديو عشان خاطر ما ننساش. ادي الكلاوي هي زي ما حضراتكم شايفين، ولازم تكشف على الكلوه قبل ما تعملها عشان يكون فيها نسبة تضخم او فيها اي نقط او حبوب بيضة متضخمة، دي لا تصلح للاكل. لازم تكون بنفس الشكل الوردي الجميل ده، تتاكل نية. تمام، زي ما حضراتكم شايفين دي كيلو اهيت بعد ما قطعنا منطقة البوش اللي هي بتاعة البطن الخروف. ده كمان عرق فريت اهو. كل ده بيكون جنب بعضه، البوش وورا منه على طول الفليتو والكلاوي. دول اهم حاجه في الخروف، ما تنساهمش وتعملهم فطار في عيد الاضحى صباحا اول ايام عيد الاضحى. ده عرق الفليتو اهوت بيتقطع صغير بنفس الشكل ده. ادي جراب عرق الفليتو، ده اسمه جراب عرق الفليتو غير الجراب اللي احنا قطعناه الاولاني. ده حلاوته زي ما حضراتكم شايفين. الحاجات دي بتكون حمراء، مش فيها دهون، مش سمينه. لما بتستوي على النار وبتنزل الدهون اللي فيها ما بتكونش سمينه، يعني حتى مش مضره. يعني السمين بتاعها مش مضر، بالعكس. السمين بتاع الضاني يا جماعه معلومه طبيه كمان، انا مش بفتي، هي معلومه طبيه كمان، ان السمين او الدهون الضاني لما بتاكلها بتلم السموم داخل الجسم البني ادم، يعني هي مش مضره. تمام، يعني ممكن ناس اللي هي مرضى القلب او الكلام ده كله يعني يطبخوا ينقوا الحاجات اللي هي الحمراء الاول، لكن هي مش مضره. تمام، ان السموم بتاعت عفوا الدهون الضاني بتلم السموم داخل الجسم. ولكن احنا كمان في حاجه، احنا مش هنطبخ بزيت ولا بسمنه ولا الكلام ده كله، ولا حتى هنحط على الاكل بتاعنا ميه. كله هيكون من الطبيعه او من الخروف بتاعنا. دي حته دهن كلاوي بتقطع بنفس الشكل ده، بنعمها صغير، تقطع حتت صغيره زي ما حضراتكم شايفين كده. ده بديله الزيت، ولكن اللي عاوز يحط زيت اكل مفيش مشكله، ولكن انا بفضل من غير زيت. ولكن اللي مش عاوزها دسم قوي يحط نسبه قليله من زيت الاكل، معلقه كبيره او معلقتين، حاجه بس بسيطه لحد ما اللحمه تنزل الشحم اللي فيها او الدهون اللي بتكون داخل اللحوم. بالتالي زي ما حضراتكم شايفين ادي حته الدهن بنحطها في الحله. طبعا بنخلي النار متوسطه مش عاليه قوي، ده في البدايه بتخلي النار متوسطه مش عاليه زي ما حضراتكم شايفين. نبدا نديها تقليبه كده خفيفه. تمام، لحد ما تنزل الدهن او تنزل الزيوت اللي فيها بنفس الشكل ده.
كده كمان هي ما نزلتش الدهون كلها عامه يعني. زي ما حضراتكم شايفين ده شكل الدهن الكلاوي بتاعنا بعد ما يسيح. بعد كده بننزل باللحمه بتاعتنا اللي احنا قطعناها ونفضل نقلب فيها ونشوح فيها لمده 10 دقايق او ربع ساعه على نار برضو متوسطه، نفس النار اللي احنا عاملين عليها الدهن، مش نار عاليه قوي ولا نار واطيه قوي، نار متوسطه. ونفضل نقلب فيها يعني ما ننساش عشان ما تنحرقش. وبعد كده بعد ال10 دقايق او ربع ساعه بتبدا هي تنزل كل الدهون او كل الشحم اللي فيها، بتنزله في الحله. زي ما حضراتكم شايفين، هنقرب الكاميرا شويه كده، شايفين الحاجات اللي هي بتغلي تحت ديت، الحاجات الجميله اللي نازله من الاكل ديت اللي نازله من اللحمه. احنا ما حطيناش ميه لحد دلوقتي، والله ما حطينا ولا جرام ميه خالص تخص الاكله دي، كله منها. تمام زي ما حضراتكم شايفين اهو، لازم تبقى على نار متوسطه. تمام بعد ما سيبناها بالظبط لمده 10 دقايق بتكون معاك بنفس الشكل ده، تبدا ان هي خلاص تخش على موضوع التحمير. بتنزل عليها بايه بقى؟ بالبصل بتاعك الجميل، القرن الفلفل اللي هو الحراق، وطبعا اختياري لو في اطفال هتاكل بلاش ان انت تزود قوي، لكن هو صحي برضو وبيخلي الاكل له طعم. تنزل ببصلتين، بقرن فلفل كوبي احمر او اصفر المتاح عندك، لو مش متاح فلفل الوان اللي هو الكوبي ممكن تحط فلفل اخضر العادي. تمام بتحط الفلفل اللي هو الاخضر بتاع البيت العادي، مش لازم تكلف نفسك وتشتري. تمام بتحط الفلفل اللي هو العادي المتاح عندك، ولكن انا بفضل ده في الاكل بنسب قليله برضه لانه بيغير طعم الاكل. تمام واهم حاجه كمان بعد ما نحط البهارات بتاعتنا اللي هي الكركم وفلفل بعد ما نحط برضه ما ننساش البهارات بتاعتنا اللي هي ايه بقى البهارات؟ جوز الطيب، فلفل اسمر، روزماري، معلقه ملح كبيره وملح يضاعف حسب الكميه. طبعا ما ينفعش ان احنا بعد ما نحط البهارات ب5 دقايق ان احنا مثلا نطفي او ان احنا نشيلها من على النار، لازم تاخد برضو 10 دقايق على نار هاديه خالص بحيث ان البهارات بتاعتنا تستوي وتدي التيست اللي احنا عايزينه في الطعم كمان. يعني البهارات ديت لازم نسيبها لمده 10 دقايق على الاقل على نار هاديه. بقى كده بقى احنا وصلنا للفينش الاخير، تنساب لمده 10 دقايق على نار هاديه او ربع ساعه مكموره كده، بتقفلها بالسلفر بتاعك. تمام بتسيبها لمده 10 دقايق على نار هاديه زي ما حضراتكم شايفين. هنبدا ان احنا نغطيها. تمام يعني اهو بنكمرها او بنغطيها بسلفر بحيث ان هي تفضل الميه اللي فيها ما تخرجش بقى او تنشف. طبعا السلفر ده لما بتكمرها بينزل الميه داخلها في نفس الوقت ما تنحرقش، والبخار ده او الكتمه ما يكونش داخل لها هواء، تبدا تستوي في وقت اسرع. شايفين النار عامله ازاي؟ بنهدي النار خالص عليها. هنكشف كده بعد ما سيبناها 10 دقايق او ربع ساعه، هنفتح. شايفين البخار اللي طالع او الميه اللي طالعه دي من الحله ذات نفسها. شايفين البخار؟ كل ده من الاكل. اكله جميله ولذيذه وموجوده في الخروف، ولكن احب اذكرك ان انت لو لسه بتسمع الفيديو لهذه اللحظه يا ريت تدعمنا بالاشتراك الجميل واللايك عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس لو استفدت حاجه من المعلومه. وكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو اهوت. ده شكل الاكله بتاعتنا في النهايه. الجملي هو املي ولو راجل كل، ولكن الاكله دي يا جماعه محتاجه بعد لمه العيله ديت محتاجه ازازه سيفن كده تكون ساعه مشبره وتاكل. وعايزك تقول لي رايك في الكومنتات، ايه رايك في الاكله ديت؟ كده يبقى احنا وصلنا للفينش الاخير اهو زي ما حضرتك شايف. كل وادعي لي، اكله في منتهى الجمال. وهنسيب لك اللينك بتاع قناتي الجديده في الوصف وفي التعليقات وفي اول تعليق مثبت. مع الف سلامه.